يا صباح الخير والهنا والسعادة على حبايب قلبي واخواتي يا رب. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب، اللهم امين. وحشتوني كتير 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 قوي قوي. جايلكوا بقى النهاردة بفيديو كده تشجيع، كله طاقة كله حماس. بس النهاردة بقى هنقضي ان شاء الله برا البيت. هنروح فين بقى؟ هنروح مكان حلو قوي، مكان جديد. كان نفسي بصراحة اروحه والحمد لله روحته. يعني لو حتى حاجة بسيطة نفسك فيها تعمليها اعمليها، بتغير من المود وبتغير من النفسية. تابعوا بقى معايا الفيديو للآخر، ان شاء الله الفيديو هيعجبكم وهتخرجوا معايا كده ونغير بقى الروتين والحاجات دي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي فاطمه ودي قناتي. لو انت اول مره تشوفيني حطي اللايك واضغطي على زر الاشتراك عشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. يلا بقى نسمي الله ونتوكل على الله كده ونشوف هنعمل ايه عشان نخرج بقى ونستعد ونتبسط ونشوف اليوم بتاعنا ماشي ازاي. الفيديو يعجبكم، في حاجات كتير حلوه قوي وان شاء الله تنال رضاكم. بحبكم جدا جدا جدا، واتمنى بقى تدعموني وتشتركوا في القناه كده، وربنا يخليكم ليا احلى صحبه واحلى اخوات في الدنيا. بحبكم كتير قد الدنيا. وحشتوني 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 والله العظيم، وحشتوني جدا جدا جدا. بحبكم جدا. عايزه اقول لكم لما ببدا تصوير كده واصور واعمل فيديوهات بحس ان انا مبسوطه قوي، بحس ان انا خلاص كده يعني الانبساط بتاعي يعني لما بصورش وبنزل فيديوهات بحس ان في حاجه ناقصاني. لما بقى بصور وبنزل بحس ان انا مبسوطه، بحس ان انا باخد طاقه ونشاط كده منكم حلو قوي. فربنا يديمكم في حياتي نعمه يا رب، اللهم امين. اليوم النهارده معانا حلو قوي، هتتبسطوا قوي. مكان جديد وجميل ناخد فكره عنه. إيه، اللهم صل على النبي. فطرنا بقى فطار خفيف سريع كده، وقلت اعمل لي فنجان قهوه عشان خاطر ايه افوق كده واقدر اكمل اليوم، عشان احنا هناخد اليوم ان شاء الله باذن الله كله بره. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، في حاجات حلوه قوي قوي قوي. ما تنسوش تعملوا لايك والاشتراك لو انت مش مشتركه. بحبكم جدا قد الدنيا. ربنا يجعل صباحكم كله خير وبركه وسعاده وفرح يا رب، اللهم امين. بس خلصت بقى القهوه وهاكل معاها كيس البسكوت ده عشان ايه اخد طاقه ونشاط كده، عشان ابقى مفوقه واليوم معانا يبقى ايه زي الفل ان شاء الله على خير. يلا بقى نتوكل على الله ونسمي الله ونبدا يومنا. يلا. من بعد ما قصوا الشجر بقيت حاسه ان الدنيا عريانه كده وفاضيه، بس اللي كان لازم يقصوه عشان خاطر كان كبير قوي، ف كانوا بيظبطوه يعني. الجو حلو بس الشمس حاميه. بس هنا بقى كنا خلاص وصلنا. بس ده بقى المكان من بره ما شاء الله اللهم بارك. المكان كبير جدا ويعني وحلو قوي. يعني اظن ان انتوا عرفتوا المكان هو ايه، او بعض الناس عرفت المكان هو ايه. انا كنت متحمسة قوي اروح المكان ده وادخله من جوه، واكتشفه. يعني انا بحب اكتشف الاماكن اللي انا ما رحتهاش بصراحة، يعني بحب اروح اماكن جديدة ما رحتهاش. بيبقى حلو قوي الموضوع ده، وبيبقى تغيير كمان. مش لازم كل مرة نروح نفس المكان، لا لازم نجدد ونغير حتى في خروجاتنا عشان الواحد بيزهق. الاولاد يشوفوا مكان جديد ومختلف وحلو جدا. هنا بقى قائمة ما الاسعار. تخافيش ما تخافيش، ما فيش حاجة جوه تخوف. انا مش عايزه اطلع ممنوع. يا حبيبتي لا يا ماما ما تخافيش، ده ما فيهوش حاجة، ده مكان أثري عادي. يا حبيبتي انتي بيت عادي زي اللي احنا قاعدين أيوة عادي. يلا تعالي. الحمد لله بقى قطعنا التيكت. التذكرة مش غالية، التذكرة ب30 جنيه. الطالب عليه تذكرة، وكمان لو هتطلعي السطح بتاع المكان ده بتدفعي له تذكرة. مش غالية خالص. مواعيد من 9 صباحا لحد 6 مساء، ودي شكل التذكرة مكتوب عليها كل حاجة. هنا بقى خلاص كنا داخلين. كندا كانت خايفة قوي من المكان، بس لما دخلت غيرت. دخلنا بقى المكان تحفة طبعا، في أجانب، في ناس كتير بتزوروا من بلاد كتيرة. بلدنا حلوة يا جدعان والله. بصوا خطير. لسه بقى هندخل ايه، لسه هندخل من جوه. احنا كده بقى ايه داخلين، هندخل بقى القصر ايه من جوه، قصر البارون. هو اللون دوت بقى مميز بقى، بيخلي الشمس تخش جوه القصر. وأخيرا
واخيرا وصلنا قصر البارون، القصر اللي بتحكي عنه كل الناس. اخيرا وصلنا ونشوف. تمثيل يا مامي جوجو بقى. دي برضه عربية تاني كده حاطينها ديكور حلو قوي. تيشيرت كده. انا عايزه ستوري. يلا هنا بقى ايه طالعين اهو عشان ندخل بقى القصر ايه من جوه. واخيرا رحنا قصر البارون، القصر اللي بتتكلم عنه كل الناس والحاجات المخيفة. هل فعلا في جوه عبدة الشيطان؟ هل فعلا المكان مخيف؟ هل فعلا المكان فيه عفاريت والكلام ده كله؟ هنشوف كل ده من خلال الفيديو. تابعوا معايا الفيديو خطوة بخطوة، اوعوا تجروا الفيديو. لو وصلت لحد هنا صلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بقى ندخل نكتشف القصر من جوه ونشوف ايه حكاية قصر البارون. طبعا مكتوب على الباب الرجاء عدم لمس الأسطح، تلمسيش اي حاجة من جوه. دخلنا بقى كل الغرف حاطين فيها استندات وحاطين بقى التاريخ العريق بتاع القصر وازاي اتبنى، وازاي اصلا منطقة مصر الجديدة اتبنت. كانت صحراء اصلا خالص. البارون امباني هو مؤسس مدينة هليوبلس ومصر الجديدة. طبعا اول لما بنى القصر ده كان حواليه صحراء جرداء. اشمعنى بقى نمشي حتة حتة عشان ما تتوهوش مني. حاطين بقى اساطير وحكايات وحاجات كتير قوي. طبعا تصميم القصر من جوه حلو جدا، التماثيل اللي عاملينها كلها على التراث الهندي. يعني ما شاء الله اللهم بارك. القصر من جوه تحفة، حتى السقف متزخرف حلو قوي، حاجة ما شاء الله اللهم بارك. دي بقى تاني اوضة برضو دخلناها. يعني كل حاجة في القصر سواء كانت بيبان شبابيك الأرضيات المقابض، كل حاجة في القصر بتتكلم أو بتحكي عن تاريخ عريق. دي حقيقة فعلا. القصر ما شاء الله اللهم بارك. عايزة أقول لكم القصر كبير جدا وحواليه واسع جدا جدا. ناس كتير على فكرة بتروح. أنا كنت متخيلة لما أروح أنا هبقى يعني المكان هيبقى فاضي، لا بالعكس، ده فيه ما شاء الله مصريين، في أجانب، وفي من كل الفئات ومن كل البلاد بيروحوا يزوروا قصر البارون. هو فعلا مكان يستحق المشاهدة ويستحق ان احنا نروح ونكتشف الأماكن الأثرية الحلوة اللي في بلدنا دي. بس خلصنا بقى الدور اللي تحت، هما 3 أدوار متهيألي 3. ليه بقى اللون الأحمر؟ اللون الأحمر عشان هو اللون اللي بيميز المعابد والقصور في الهند، فاللي اتبنى على أساسه قصر البارون. بصوا الحمام في بانيو، ده شباك بيطل كده على القصر من بره. حاجة كده خيال، خيال الخيال يعني. هنا بقى كنا خلاص خلصنا تحت وطالعين فوق على السطح عشان نكتشف المكان ونشوف السطح ده عامل ازاي وشكله ايه. شكله حلو قوي برضه. يعني كل حاجة في القصر فعلا بتتكلم عن تاريخ وتاريخ عريق. عاملين بقى دفايات كمان في السطح. الدفايات دي كانت بتدخل الشمس للقصر من جوه علشان القصر طول اليوم تفضل جواه الشمس، وفي الشتاء كانت لما الشمس بتدخل بتدفي القصر من جوه. ده الاسانسير شكله حلو قوي برضو. كان في 2 اسانسير في القصر، واحد بيوصل الاكل للمطبخ الرئيسي والاسانسير التاني كان معمول للضيوف. طبعا الحاجات دي ممنوع ان احنا نفتحها عشان انا سألتهم. طبعا في امن في القصر، في ناس بتبقى واقفة لا ما ينفعش تفتحي مثلا الباب ده لو مقفول او تفتحي الغرفة دي، فبيدوكي زي تعليمات او حاجات، لكن غير كده القصر متاح معاكي. مساحة القصر كبيرة جدا. حوالين القصر مساحة ما شاء الله اللهم بارك حلو قوي. كان في حمام سباحة فيه بس هم لغوا حمام السباحة وقالوا الافضل ان احنا نزرعها شجر وورد
هتبقى احسن. القصر معمول على التراث الهندي، واللون الاحمر ده ده اللون اللي بيميز القصور والمعابد في الهند. هو اساسا صاحب القصر البارون امباني هو اصله هندي، فهو قال لازم اعمل قصر في مصر محدش يعمل زيه، ويفضل يعني حاجة مميزة في مصر. ففعلا عمل كده، وفعلا القصر مميز ولونه كمان مميز جدا. وحاطط بقى فيه تماثيل البوظة والتماثيل كل الديكور على اللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، على التراث ليه القصر اللي بص قصر هندي ده امباني، يعني هو قصر راجل بتقديم. هو ده تصميمات الهند بتبقى تصميماتها. عادي يا بابا، لو ده القصر بتاعنا ده القصر بتاعنا. كان ده من جمال القصر، وان هي حبته فعايزه تاخده، بتقولي ينفع يكون القصر ده بتاعنا؟ يعني بصراحه هو القصر حلو قوي، موقعه حلو قوي، وفيه شويه هوا كده يرد الروح فيه. يعني ما شاء الله تجربه، لو عملتوها مش هتندموا عليها خالص. دي بقى شكل الدفايات اللي انا قلتلكوا عليها. الدفايات دي معمولة في القصر كله، عشان هو كان عامله اصلا على اساس ان الشمس تفضل طول اليوم داخل القصر. دي بيبقى شكلها كده محطوطة فوق على السطح. بصوا بقى كندا من حبها في القصر وان هي عايزة تاخده عمالة ترقص فوق. بصوا شكل القصر ما شاء الله اللهم بارك. بصوا القصر يعني جميل حلو قوي، كل التماثيل بقى اللي فيه المعمولة، لونه شكله تصميمه كل حاجة فيه حلو قوي. بس هنا بقى في اليوم ده كانوا بيعملوا فيه شوية تظبيطات وترميم للقصر عشان يحتفظوا بشكله والتراث بتاعه سنين وسنين جاية ان شاء الله. كان في بقى هنا اجانب فوق السطح، فكانوا جيجي وكان عايزين يكلموهم، فقلت لهم اتجرأوا وروحوا اتكلموا معاهم واتصوروا معاهم. فراحوا بقى واتصوروا معاهم. هم بصراحة لذاذ جدا وفي منتهى الذوق بصراحة. عايزة اقول لكم ان احنا بلدنا احلى واعظم بلد في الدنيا كلها، وفيها اماكن حلوة جدا لازم نروح ونكتشفها طبعا عشان اولادنا يعرفوا تاريخ بلدنا. بس يا حلوين، خلصنا بقى الجولة بتاعتنا جوه في القصر الجميل اللطيف ده. انا عايزة اقول لكم بصراحة يوم ممتع، تجربة حلوة قوي، ان شاء الله تعجبكم ولازم تروحوا تجربوها. كنت مبسوطة قوي قوي قوي. يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا اتبسطتوا معايا وغيرتوا جو. خلاص بقى احنا كده كنا خارجين. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت حلو كده يكبر الخاطر. بحبكم جدا في الله يا احلى اخوات في الدنيا. طبعا الفيديو ده كان متصور بقاله شوية كده حلوين، مش بقاله كتير يعني، بس النت كان فاصل، ما كنتش عارفة بصراحة انزلكم الفيديو. فاول لما النت جه منتجت الفيديو وقلت ايه هنزله لكم بقى على طول عشان تستمتعوا كده وانتوا بتتفرجوا عليه. يلا اسيبكم على خير واشوفكم على خير. ما تنسوش اللايك والاشتراك. بحبكم جدا في الله. باي باي.